كان العقاد يسمي شعر التفعيلة بالشعر السائل، وهو من المحافظين على عمود الشعر دون الخروج على الأوزان الخليلية، فالوزن والقافية هما حد الشعر وما يميزه عن النثر. إن الشعر عند العقاد محكوم بالقيود، وهو ما يميز الشاعر عن الشويعر أو الشعرور. ومارس التجديد في الشعر بتنويع القافية واستعمال المجزوء والاستعانة بالأوزان الخفيفة في الرمل والخفيف والمتقارب والمديد. ولعل نقيصته الوحيدة تحامله الشديد على شوقه. طبعا هو العقاد لما هو كان بيستخدم من الأوزان الخفيفة الرمل فاعلات فاعلات فاعلات، الخفيف فاعلات مستفعل فاعلات، المتقارب فعول 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 فعول، المديد فاعلات فاعل فاعلات. مع الاعتذار للدكتور صلاح. ده انا مبسوط جدا. خدت شغل الناس كده فيه. لميت شغل الناس كلها. دكتور كمال ياسين. ابو ياسين برضه. تلميذ عندهم. الله يخليك يا سيدي، احنا تلاميذ. الله يخليك. يقول الدكتور مختار الوكيل عن العقاد: رجل ملأ الدنيا وشغل الناس حتى رجل ملأ الدنيا وشغل الناس حتى أصبح اسمه على كل الشفاه، مجاهد دؤوب صبور، ومحارب شجاع لا يني ولا يلين، ووطني عميق الإخلاص، شاعر مجدد محلق، وأديب عبقري، وصوفي أصيل، ومفكر طموح، يرعى الدنيا ولا يهيم بها. كان العقاد دائرة معارف حية نادرة. استوعب العقاد الأدب العربي قديمه وحديثه، تعمق الفلسفة، ودرس التاريخ والجغرافيا والاقتصاد والاجتماع، ولم يهمل الفنون التطبيقية ولا الموسيقى. قامت مدرسة الديوان في الربع الأول من القرن العشرين أستاذ هاني، وتزعمت حركة التجديد في الشعر، وروادها العقاد والمزني، وشعرها شعر الوجدان الذي يعبر عن شخصية الشاعر. من نظرية الشعر الوجداني عند هؤلاء الثلاثة انبثقت الدعوة إلى أن يكون الشعر تعبيرا عن ذات الشاعر وشخصيته، وأن يبعد عن المناسبات، وأن يغلب عليه طابع الألم والغربة والأنين والحنين وحب الطبيعة والهيام بالريف والقرية، وأن تسود القصيدة عارف ليه ما قلتش ودني وأن تسود القصيدة وحدة عضوية أو كده الفاعل جاي آخر الاهتمام بالآخر. نعم. أصلا أنا متفق مع الأستاذة نجلاء إن لما يحصل فيه خطأ نحوي هم إحنا نقول إيه ودني الودن ده مع الاستاذ طاهر ابو زيد بندفع نص جنيه. ايوه والله كويس نستثمر. طيب انا ادفع قد ايه من ساعه ما حضرتك معايا؟ ادفع قد ايه؟ هنا جنيه. لا مش هدفع حاجه، مش هدفع حاجه يا دكتور. الدكتور كمال هنعمل جمعيه حماة اللغه العربيه فرع منها بعد اذن الاستاذ. طيب انا بنلم نصاص. انا براعي ان انا ما بدفعش حاجه. نعم احنا هناخد الحصيله دي 50%. مقاييس الشعر لدى مدرسة الديوان أن الشعر تعبير عن نفس صاحبه، أن الشعر قيمة إنسانية قبل أن يكون قيمة لفظية. القصيدة بنية حية، دكتور كمان القصيدة بنية حية وليست أجزاء متناثرة يجمعها الوزن والقافية.
المثل الفرنسي بيقول لا يحيا الفن بغير قيود. حابب اقول شذرات عن العقاد بقى في نهايه. العقاد يطلب الكتب احيانا من المطبعه. قال العقاد ان الامه على استعداد لسحق اكبر راس في البلد تحاول ان تعبث بدستور الامه او تلغيه. وطالبت النيابه العموميه بمعاقبته بتهمه العيب في الذات الملكيه، وصدر الحكم. نعم. هذا عليه 9 اشهر الكلام ده. ملك فؤاد. هو خد 9 اشهر. وبعدين صار عضو في البرلمان. كان سنه 30 كان سنه 30 في عن مرسى مطروح. وطبعا كان وفدي. وصدر الحكم عليه ظهر يوم 31 ديسمبر عام 1930 بالحبس 9 اشهر قضاها بسجن مصر العمومي بالقلعة. في 8 يوليو 1931 خرج العقاد من السجن. هاجر العقاد إلى السودان عام 1942 حينما وصلت جنود هتلر إلى حدود مصر، وكان مطلوبا للمخابرات الألمانية، ولم يعد إلا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 45. بالنسبة لقضية الإسلام وأصول الفهم بتاعت الشيخ علي عبد الرازق، مصطفى عبد الرازق. علي عبد الرازق، اسمه علي عبد الرازق. علي عبد الرازق هو أخو مصطفى عبد الرازق. وقف العقاد موقفا مضادا لموقف سعد زغلول. رأى سعد أن من حق هيئة كبار العلماء طرد الشيخ علي عبد الرازق من زمرته. أما العقاد فيرى أن الشيخ علي عبد الرازق صاحب رأي. يمكن دي القضايا اللي هي بتحكي الأيام دي كالقضايا. أما العقاد فيرى أن الشيخ علي عبد الرازق صاحب رأي يباح له أن يعلنه، كما يباح لغيره أن يرد عليه ويفنده. أما أن يحاكم أو يخسر على ترك رأيه فهذا ليس من روح الحرية. وكان له تعبير قال حر وحرية. القصر حاول إغراء العقاد بالألقاب والوظائف ولكنه رفض. طلب القصر أن يكتب، طبعا الكلام ده في عهد الملك فؤاد، طلب القصر أن يكتب العقاد كتابا عن الملك فؤاد مقابل 4000 جنيه. واعتقد ان 4000 جنيه في ذلك الزمن جد عزبه جدا. الا ان العقاد رد انه لو كتب عن الملك سيكتب ان الملك كان عدوا للدستور. فطبعا رفضوا الاستمرار معه. العقاد فيلسوف الادباء واديب الفلاسفه. العقاد وصف الرواية أو القصة بعد إذن المدام نجلاء، له وصف كده في الرواية أقول ولا بلاش؟ لا اتفضل. مش رأي العقاد ولا رأيك؟ أنا عارفة. لا رأي العقاد. طيب خلاص يا تزعل ليه؟ لا ده أنا بقول لك رأيك يعني. لا باعتبار الرواية بتاعتي يعني، أنا حادث الرواية. هل في اعتراض ولا إيه؟ اتفضل. العقاد وصف الرواية أو القصة بأنها أشبه بالخروب. بالخروب بالبيت يعني. بالخروب كمطار خشب ودرهم حلاوة. لا ده كان في زمان. اعتقد ده مش راي العقاد. ده كان في زمان يا سيدي. زمان ده زمن الرواية. زمان كان زمن الشعر. لا المعروف العرب والخروج يختلف زمان عن دلوقتي برضه. النص بنص حلاوه وخشب مش خشب. اكتفت الأوساط الأدبية بوصف العقاد الأستاذ الكبير أو الكاتب الكبير. ما كانوش بيقولوا على الشاعر كده، ما كانش. طه حسين يقول عن العقاد إنه يعاني من عقدة الشهادة. عقدة الشهادة. إنه معهوش شهادة يعني. ايوه صح.
العقاد قال امام السيد كمال الدين حسين، وطبعا الناس اللي في سني عارفين كمال الدين حسين كان وزير التربيه والتعليم وماسك الشغل، وكان وقتها وزيرا للتربيه والتعليم. العقاد بيقول بقى قدام كمال الدين حسين: انا الفت اكثر من 70 كتابا، والمدهش ان الجامعه لا تتحرك ولا تعير انتاجي اهتماما، مع انها قدرت غيري ممن يقل انتاجهم عن انتاجي. وكان العقاد يقصد ان تمنحه الجامعه الدكتوراه الفخريه. مات العقاد في 13 مارس 1964 في القاهره، ولم يفسر القرآن. تلميذه الأستاذ سيد قطب فسر القرآن الكريم كله، وكانت العقاد عليه اعتراضات كثيرة، ووعد بأن يفسره أعمق، ولم يفعل الخلاف مع التلفزيون. اتفقوا معاه في التلفزيون انه هيعملها على حلقات، ولكن حصل فيه خلاف، تأخروا تقريبا في الموعد المتفق بينهم. ده كان واحد باكستاني، كان هيترجم كل كتب العقاد للغه الباكستانيه، واتفق معاه على ميعاد والساعه 5 تقريبا نزل لبس الراجل تاه في الطريق لحد ما وصل لبيت العقاد، تاخر نص ساعه. العقاد لبس بيجامته وطلع فوق وقعد فوق، فالراجل اللي جه يعني وصل البيت، فاللي هو الخادم او المعاش اللي كان في البيت عنده طلع العقاد قال له طالما العقاد لبس البيجامه بتاعته خلاص انتهى، مع انه كان محتاج ماديا جدا بس هو خلاص. لا هو كان صعيدي. ام كلثوم كانت كده مواعيد. برضه حصل نفس الحكايه ديت مع التلفزيون، وبعدين هم بيقولوا يعني لولا كده احنا اكيد طبعا العقاد بعقليته المتعمقه اكيد كان هيقدم لنا تفسير رائع يعني، ولكن للاسف الشديد وقف العقاد مع طه حسين حين وقفت الدنيا ضده. ايام الموضوع اللي احنا كنا اتكلمنا فيه اللي هو في الشعر الجاهلي، وقال حر وحريه والكاتب يكتب ما يشاء. بالنسبه لتكريم العقاد، تمثال في اسوان، مكتبة شارع تمثال في أسوان ومكتبة شارع في مدينة نصر باسمه شارع عباس محمود العقاد، من أشهر الشوارع. فيلم بعنوان العملاق، بطولة الفنان محمود ياسين. محمود ياسين. مسلسل منح جائزة الدولة التقديرية من جمال عبد الناصر على روايتين. يا ريت الاستاذ هاني يحقق لنا. سارة معروفة. لا ده توفيق حكيم. منح الدولة التقديرية من جمال عبد الناصر وعلى روايتين أنه رفضها، ورواية أخرى أنه قبلها. يعني أنا يعني كنا بنتكلم مع بعض الأصدقاء وقالوا إن جمال عبد الناصر ما حدش يقول له لا، فبقول لك أكيد خد، يعني أكيد إن هو استلم شهادة التقدير من جمال عبد الناصر. يا ريت الأستاذ هاني يبقى يشوف لنا الحكاية. أطلقت كلية اللغة العربية اسمه على إحدى قاعاتها. أصدرت دار الهلال كتابين بعد وفاة العقاد، وجمعت ما كتبه العقاد عن نفسه. ترجمت بعض كتبه إلى اللغات الأخرى: الفارسية والكردية والملاوية والألمانية والفرنسية والروسية. الباشمهندس عطية ليس للعقاد قصص هو سارة. في بيت العقاد لوحة لقطع الجاتوه وعليها صرصار. طبعا انت عايزني اعمل كده. انت عايزني اعمل كده. عارف. شفت يا استاذ؟
استاذ هاني عايزني اعمل نفس الرسمه لها تاريخ،